السلام عليكم. في السيشن دي هنتكلم على بروبلم شهيرة جدا اسمها نابساك بروبلم. بروبلم خفيفة ولطيفة كده، هنشوفها هي بتتكلم على ايه بالظبط، ونحاول نشوف الكود بتاعها ممكن يمشي ازاي. نوع البروبلمز دي هي تبع الالجوريزمز وكل حاجه، بس هي مش الجوريزم بحد ذاته ليه اسم زي مثلا ما كنا بنتكلم في هافمان والكلام ده، حد عامل ساينتفك بيبر بيه او كده. لا، هي نوع من انواع البروبلمز. يعني دايما هتلاقي في حاجه اسمها الجوريزم وحاجه اسمها بروبلم، بس هي بتبقى بروبلم شهيره قوي وليها تطبيقات كتير قوي فبنتعرف عليها. فخلينا نشوف، ندخل على البرزنتيشن ونشوف نبدا الكلام عليه. طيب، نابساك بروبلم. نابساك مبدئيا هي الشنطه اللي بالشكل ده، او زي ما بنقول عندنا في مصر هي مشابهه جدا للمخله بتاعه الجيش، فهي دي نفس الفكره، ده الاسم. يعني نابساك ده نوع الشنطه دي، شنطه ظهر. طيب، المشكله بتاعت النابساك بروبلم دي او مشكله الشنطه دي ايه مشكلتها بالظبط؟ والله هي المشكله بتقولك ان انا لو عندي شنطه بتشيل سعه معينه، وزن معين، وانا عندي شويه اصناف كتيره او ايتمز كتير، ايا كان تصنيف الايتمز دي ايه. الايتمز دي ليها اوزان وليها فاليوز، ليها ويت وليها فاليو. الفاليو دي ممكن تكون بروفيت او ممكن تكون اي حاجه تانية، بس خلينا لازم ناخد مثال نتكلم عليها. فخلينا ناخد المثال بتاع البروفيت، انه وزن وبروفيت، وانا عايز احط حاجات في الشنطه تحقق لي اعلى بروفيت. هختار ازاي؟ الطريقه التقليديه ان انا امشي على كل ايتم او احسب كل الحسابات الممكنه، تمام، لان انا اوصل للاحسن بروفيت. بيتقال عليها بروت فورس ميثود، اللي هو انا هجرب كل الاحتمالات عشان اطلع في الاخر برقم معين. لكن عندنا طريقه في الجريدي، او هي طريقه جريدي تخليني اعمل عمليه واحده فقط، وهبقى ضامن ان انا دايما باخد احسن بروفيت. خلينا نمشي خطوه كده. دي الارقام اللي احنا هنشتغل بيها في السيشن بتاعتنا. عندنا نابساك ساعتها 12 كيلو، الماكس كاباسيتي بتاعتها 12 كيلو، وانا عندي مجموعه الايتمز دي، وكل ايتم ليه وزن وليه سعر. تمام، فانا عندي الايتم الاولاني ده وزن وكيلو وسعر، مش سعر، بروفيت، بيحقق لي بروفيت 4 ولا ايا كان، بيحقق 4. التاني 2 و9 وهكذا، في وزن وفي بروفيت. الوزن ده كله على بعضه بيحقق البروفيت ده. لو انا جيت اختار الاكتر ايتمز هتعمل لي بروفيت، فانا لو جيت اخترت بس بالبروفيت كده، اكتر بروفيت عندي هنا مين؟ اللي هو الايتم رقم 2، هلاقي ان البروفيت بتاعه 12، ده اكبر حاجه، بس انا عندي الوزن بتاعه 10. يعني هو لوحده هو اعلى بروفيت لوحده، بس هو 10 كيلو، فانا لو حطيته هيبقى تقريبا خد الشنطه كلها، في حين ان انا ممكن اعمل مجموعه تانية من العناصر التانية اللي البروفيت بتاعها يبدو صغير لكن هم اوزانهم صغيره. ومثالا على كده، لو جينا حسبنا مثلا الايتم رقم 0 او 1، لو جينا حسبنا البروفيت بتاعهم هما الاثنين هيبقى 13، ووزنهم هما الاثنين 3، في حين ان الايتم رقم 2 هو البروفيت بتاعه 12 ووزنه 10. طبعا انا في الحاله الاولانيه كسبان اكتر. طيب، عشان ما اضطرش اقعد اجرب كل الاحتمالات، زي ما قلنا هنعمل ميثود جريدي عشان تخلص لنا الموضوع ده بسرعه. وعشان الميثود دي تبقى افكتيف، يعني عشان الجريدي ميثود اللي احنا هنشتغل بيها دي تبقى افكتيف، فالبروبلم اللي عندنا دي بتسمح ان احنا ناخد اجزاء من الايتم في هذه المشكله لازم يكون بيسمح ان هو يكون بيتقسم. وده تقدر تقول كده دي الكرايتيريا اللي، او اول كرايتيريا عندنا نبدا بيها، ان الايتم يكون بيسمح انه يتقسم. تمام، وفي الحاله دي النابساك بروبلم بيبقى اسمها فراكشنال نابساك بروبلم، لان في نابساك بروبلم تانية بس عاديه، دي بتتحل بطريقه تانية ما ينفعش الطريقه الجريدي فيها. تمام، فالفراكشنال نابساك بروبلم بتسمح ان انا اقسم الايتم، اخد جزء منه. لو جينا نتكلم على الالجوريزم اللي هنحل بيه النابساك بروبلم دي، فخلينا برضو في نفس المثال بتاعنا ده اللي هنكمل بيه زي ما قلنا. اول خطوه عندي هعمل حاجه اسمها ان انا هجيب الريشيو او النسبه ما بين البروفيت وبين الوزن لكل ايتم. كل ايتم من دول انا عايز اعرف البروفيت ده. يعني مثلا الايتم رقم 2 هو 10 كيلو بيعملوا 12 بروفيت، طب الكيلو الواحد بيعمل كام بروفيت؟ فانا هقسم ال 12 على 10 هيطلع 1.2، فكده يبقى الايتم ده الكيلو منه بيديني بروفيت 1.2. تمام، الايتم الاول 0 4 هو الكيلو بيعمل 4، فده الريشيو خلاص مش هينفع، يعني مفيش حسبه، هو الكيلو بيعمل 4. فلما اجي اشوف الكيلو بيعمل 4، رقم 2 ده الكيلو بيعمل 1.2، فانا كده في الحاله دي ان الكيلو ده بتاع الزيرو ده احسن من الكيلو بتاع الاثنين. فالمهم ان انا اول خطوه ان انا هجيب الريشيوز بتاعت كل الايتم. تمام، وبعد كده
هسورت الايتمز دي باي الريشيو ده من الكبير للصغير. كده انا وصلت لمعلومه مهمه قوي، ان الريشيو ده كل ما هو كان كبير فده معناه ان هو ده ايه؟ الكيلو اللي بيديني مكسب كتير. اوكي، وبعد كده هعمل لوب بسيطه قوي، هقعد اعمل فيها ايه بقى؟ هقعد املى النبسك بالايتمز مترتبه من الريشيو الكبير، واحد ورا التاني واحد ورا التاني، لغايه لما هاجي في الاخر هقع في حاجه من الاثنين. يا اما اخر ايتم عندي او الايتم اللي ينفع يتحط هو الوزن بتاعه فعلا ليه مكان في الشنطه عندي، وليكن مثلا بقى عندي في الشنطه 2 كيلو، الايتم اللي انا هحطه ده يا اما هو 2 كيلو فتمام كده انا ستفت الشنطه، يا اما هو اكتر من 2 كيلو. في الحاله دي هروح مقسمه، هاخد منه فقط ال 2 كيلو واحطه وخلص الشغل بتاعي على كده. الموضوع بسيط، فكره لطيفه جدا. ميزه البروبلمز دي اللي زي النبسك دي ان انت ممكن وانت ان شاء الله ما تكون شغال في شركه او حاجه وجالك بتعمل ابلكيشن معين، ممكن تلاقي ان في فانكشن في الابلكيشن ده مشابهه جدا 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 لبتاعه النبسك دي، فتبدا تحلها بالطريقه دي. هتختلف طبعا الايتمز وبروفيت ووزن، ممكن تبقى حاجات تانية، ممكن تبقى سرعه، ممكن تبقى حاجات كتير، بس هتلاقي ان الابستراكشن بتاعها اللي هو المجرد بتاع التجريد بتاعها انها شبه النبسك فعلا. فده الحل بتاعها، ده الالجوريزم بمنتهى البساطه. خلينا نروح نعمل الكود بتاعنا، خلينا ننقل على المنطقه بتاعه الكود. مبدئيا كده احنا هنعمل الكود بتاعنا المره دي ب PHP. زي ما قلنا مرارا وتكرارا، الالجوريزم ملوش لغه، اي لغه برمجه هنقدر نشتغل بيها. انا بشتغل غالبا بسي شارب والجافا سكريبت، وعملنا حاجه جولانج كده بسيطه، لكن خلينا نجرب لغه جديده البي اتش بي. ليه برضو؟ خلينا اقول لك حاجه كده قبل ما نخش في الكود. ليه انا بشتغل كتير بسي شارب وجافا سكريبت؟ لان دول اكتر لغتين انا شخصيا بشتغل بيهم، مش اكتر لغتين انا بفضلهم، لا دول اكتر لغتين انا بشتغل بيهم، فانا طبيعي لما اجي اكتب الكود بيهم هبقى دماغي شغاله فيهم اكتر، مش عشان هم احسن لغات ولا اي حاجه. بالنسبه للبي اتش بي بنتسال كتير قوي عليها، هل ينفع نذاكر الجوريزمز بالبي اتش بي؟ والله هو الكونسبت واحد، اي لغه ايا كانت ينفع تذاكر بيها الجوريزمز. طبعا الناس اللي بتاخد الكورس ده هي فهمت خلاص، يعني انت مش محتاج كلام، بس نتمنى بقيه الناس تفهم برضو كده، هي اللغه نفسها مش هي الالجوريزمز، انت بتطبق الالجوريزم باللغه. فخليني استعرض البي اتش بي، غالبا مش هشتغل بيها تاني بس انا حابب استعرضها هنا. والسي والسي بلس بلس غالبا مش هشتغل بيهم، مش عشان هم وحشين، عشان برضو نشيل تماما فكره ان الالجوريزمز اتاتشد جدا مع السي بلس بلس والسي، لا هم ممكن تذاكر الالجوريزم من غيرهم تماما، وانا ناوي اتبع هذا النهج هنا. طيب عندنا الاندكس، انا عامل هنا انكلود ل 3 فايلز، تمام؟ فايل اسمه سورت، وفايل اسمه برنس، وفايل اسمه نابسك. النابسك ده هو اللي هنبدا نشتغل عليه، هو فاضي، ده هنبدا نشتغل فيه. مبدئيا كده قبل ما نكتب كود، يعني السورت هو في كود ميرج سورت امبلمنتد بالبي اتش بي، واحنا عملنا الميرج سورت كتير جدا، يعني عملناه كميرج سورت وعملناه في اكسرسايز وعملناه في كذا حاجه، فخلاص مش هنكتبه تاني مع بعض خلاص، اي حتى لو غيرنا اللغه. فده الكود جاهز للاستخدام، عشان احنا عندنا في خطوه اسمها سورت، هسورت بيه الريشيو، فانا محتاج اعمل حاجه تسورت، فهو جاهز اهو عندنا. كل اللي انا مغيره هنا بس ان انا بسورت من الكبير للصغير، مش من الصغير للكبير، فمجرد اشاره معكوسه بس، تمام؟ وبسورت هنا الريشيو، تمام؟ وهقول لك الحاجات دي شكلها كده ليه دلوقتي يعني واحنا بنشتغل. برنتس ده برضو انا حطيت فيه 2 فانكشنز كده بتوع برنت عشان نطبع، عشان نشوف الحاجه اللي احنا عملناها. فانا حابب اشيل كل الكود الدوشه بعيد عن الكود الرئيسي، عشان ما يبقاش الموضوع كبير على الفاضي، وفي الاخر دي برنت والسورت دي اصلا يعني خلاص يعني عملناها كتير. طيب الكود بتاعنا هيتكتب في النابسك وهنستخدمه في الاندكس، فالنابسك دي بدايه الكود بتاعنا. طيب اول حاجه انا عايز اعمل التاج بتاع البي اتش بي واقفله عشان ما انساش، ونوسع كده لنفسنا عشان نكتب براحتنا. انا هنا هعمل 2 كلاسز، كلاس مساعده، كلاس هحط فيها الايتم، كلاس للايتم ذات نفسه احط فيه الفاليو بتاعته والويت بتاعه والريشيو والعمليه بتاعت حساب الريشيو، كل دول هحطهم في كلاس واحده عشان برضو ما يبقوش بيتحسبوا بره. كل الكود اللي هنعمله ده ينفع يتعمل بشكل structural، تمام، شويه فانكشنز ورا بعض، او يتعمل في شكل كلاسز واوبجكتس زي ما احنا هنعمله دلوقتي. الطريقتين شغالين. انا المره دي هشتغل بشكل كلاسز واوبجكتس، اوكي؟ طيب فانا اول كلاس هعملها اسميها ايتم، ودي هتبقى فيها اولا هديها نيم،
هحتاجه بس في البرنت، مش هو بقى عارف يعني ان الايتم ده رقمه ايه، فده الاسم بتاع الايتم. وخلينا اديله فاليو بروفيت ايا كان، بس احنا هنسميها فاليو. وخليني اديله الويت. واخر حاجه هتبقى الريشيو. دول الفور فاريبلز اللي انا محتاجهم لكل ايتم. خليني اعمل كونستراكتور ياخد الفاليو والويتس ويحسب الريشيو ويخلص الكلام، وياخد النيم بالمره ويظبط كل الكلام ده. فخليني اعمل الكونستراكتور في البي اتش بي. يبقى اعمل كده كونستراكت، ده هياخد فاليو الويت والنيم. تمام. هيعمل ايه بقى لما ياخدهم؟ this weight هيساوي الويت اللي جاي والنيم برضو. طيب الريشيو بقى عندنا عايزين نحسبها. this دوت ايه ريشيو هيساوي الفاليو على الويت. بس كده انا عملت انكابسوليشن للايتم، حاجته كلها جوه بعضه. هعمل الكلاس بتاعت النفسك، ودي خلينا نحط فيها الماكس كاباسيتي اللي هي بتسمح بيها، وخلينا نحط فيها الكرنت كاباسيتي عشان نعرف اصلا الايتمز اللي اتحطت فيها التوتال بتاعها قد ايه. وبدل ما كل مره نحسبه خليه يبقى مكتوب يعني، والتوتال فاليو الحالي برضو وخليه برضو بدل ما كل مره نحسبه. وخلينا نعمل اري فيها الايتمز كلها على بعضيها اللي هتتحط. طيب نعمل ايه تاني؟ خلينا نعمل كونستراكتور برضو. الكونستراكتور ده هيعمل انيشاليز للكلاس دي بالماكس كاباسيتي. خلينا نديله الماكس كاباسيتي از اوبشن جاي من بره، كل مره يتغير براحتنا يعني. ف كاباسيتي، وخليه يعمل لها اساين على طول للماكس كاباسيتي اللي عندنا جوه. بس كل ده تجهيزات للفاريبلز والداتا اللي انا هتعامل معاها هيحصل فيها ايه. هنبدا نكتب فانكشن، ودي بدايه الالجوريزم بقى ذات نفسه. الفانكشن دي هنسميها اد ايتم، وهتاخد نيو ايتم از ان اوبجكت. هتعمل ايه بقى؟ الفانكشن دي اول حاجه لازم تعملها انها تتاكد ان في مساحه في النفسك تسمح باضافه الوزن الجديد اللي جاي لها ده. النيو ايتم اللي داخل ده المفروض ان ليه ويت، فلازم تتشيك ان الويت ده ليه مكان عندها. فهنشيك ازاي؟ هتبقى بالشكل ده. انا بعمل تشيك على هل الويت اللي جاي ده اكبر من الماكس كاباسيتي ناقص الكارنت كاباسيتي. ده هيديني الفرق اللي انا ايه اللي فاضي والمفروض ان انا اقدر استخدمه. طيب لو اكبر، يعني لو الويت ده اكبر، ده معناه ان انا ما اقدرش احط الايتم ده زي ما هو كده في النبسك بتاعتي، لازم اخد منه جزء. في الحاله دي هعمل كود صغير قوي كده يشوف بس الجزء اللي انا محتاجه ده قد ايه. فالجزء ده هيبقى اللي هو ايه، الحته دي قد ايه، صح؟ هو ده اللي انا عايزه. فخليني اعمل له خليني اعمل له فاريبل هنا صغير، وعدل الايتم ده ان الوزن بتاعه يساوي الوزن الجديد. ليه؟ انا هاخد منه حته، انا هاخد حته، فهي الحته دي اللي انا عايزها. طيب الفاليو بقى بتاعته، لازم تبقى الوزن الجديد في الريشيو، صح؟ بس البلوك في كود ده عشان اعدل الايتم اللي جاي بحيث يتناسب مع ايه الحته دي. طيب
كده فاضل الكود بتاع ان انا اضيف فعلا الايتم جوه النبسك، والكود ده مشترك ما بين الايتم اللي جاي بوزن ينفع او الوزن اللي اتعدل. فانا عشان كده هخلي الكود بعد الاف ستيتمنت، كده كده هيتنفذ ان الايتم ده هيتضاف. عندي فانكشن جاهزه في البي اتش بي بتضيف على الاريز. كده انا ضفت الايتم الجديد سواء متعدل او مش متعدل، ضفته جوه النبسك بتاعي، ولازم بقى اعدل ايه الكباسيتي، الكرنت كباسيتي بتاعتي ايه. كده انا ضفت الوزن الجديد على الكرنت كاباسيتي، وخليني برضو اعدل الفاليو توتال فاليو. ده كده عمليه اضافه الايتم. في بقى العمليه اللي هي اللوب اللي هقعد اضيف بيها ايتمز، دي هنعملها فين بقى؟ دي هنخليها بره النابسك خالص. دي هنروح على الاندكس نشتغل عليها. هنجهز الانبوتس اللي هنشتغل عليها، دي الفاليوز ودي الويتس اللي احنا هنشتغل عليها، دي نفس الارقام اللي في البرزنتيشن بتاعتنا. وخلينا نعمل اري فاضيه هنحط فيها الايتمز. هنعمل ايتمز يعني دي خلينا الانبوتس بتاعنا هنا تو اريز، واحده الفاليوز واحده الويتس، تمام. وخلينا نحول بقى تو اريز دول لايه؟ اري اوف اوبجكتس، والاوبجكت ده الواحد هيكون الايتم اللي احنا لسه عاملين الكلاس بتاعته في الفايل اللي فات النبسك. بص انا مش هينفع ابطل اقلق انك تكون مش متابع معايا كويس اللي انا بعمله. ده مبدا من مبادئ تصميم الكورسز بتاعتي، ان انت تبقى دايما مش تايه، تبقى متابع اللي انا بعمله. اتمنى تكون في دراستك للغه البرمجه بتاعتك ايا كانت درست الكلاسز والاوبجكتس كويس، لان انت طالما اللغه بتاعتك فيها كلاسز واوبجكتس فانت غالبا هتكمل حياتك بتعمل كلاسز واوبجكتس. احنا هنا قسمنا الكود على اكتر من فايل، فحته هنا وحته هنا وحته هنا. احيانا ده بيعمل ربكه، بس اتمنى ما يكونش عامل عندك اي ربكه من اي نوع. خلينا نكمل. عايزين نعمل لوب الاول نكرييت بيها اوبجكتس بعدد الفاليوز والويتس دي. خلينا نقول نجيب الاري لينس الاول اللي احنا هنشتغل عليه، وده بيجي بالطريقه دي في البي اتش بي. كده انا جبت اللينس. خلينا بقى نعمل الفور لوب فور الاي تساوي 0 والاي اصغر من الاري لينس والاي بلس بلس. شويه رموز مختلفه عن اللغات التانية بس عادي يعني ايه، الكونسبت دايما في لغات البرمجه اغلبه واحد. نعمل نيو ايتم تساوي نيو ايتم، وطبعا في كونستراكتور فهنا نقدر ندي الفاليوز بتاعت ايه بقى، واحده واحده معايا كده. الاري اللي اسمها الفاليوز هياخد الايتم اللي هو اي، ده كده الفاليو. والاري اللي اسمها ويتس هاخد منها الاي. طيب انا فاضل النيم عندي، خلينا نسميه بالهاش كده زي ما احنا كنا عملنا في البرزنتيشن، تمام. هاش كونكاتينيت الاي، والزيرو دي في البي اتش بي دي بتعبر عن الكونكاتينيشن، الدوت هنا بتعبر عن الكونكاتينيشن. هعمل ايه بقى بالنيو ايتم ده؟ احطه في الاري اللي انا عاملها، يبقى اري بوش الاري اللي فوق اللي اسمها ايتمز والنيو ايتم نيو ايتم. كده انا عملت اري فيها ايتمز، حلو قوي. اعمل ايه بقى بالايتمز دي؟ اخدهم اعمل لهم سورت. اعمل لهم سورت ازاي؟ هنده ميرج سورت واديها الايتمز. ميرج سورت دي موجوده فين؟ موجوده في الفايل بتاع السورت اللي انا لسه موريه لك من شويه. بتعمل ميرج سورت اللي انت حفظته خلاص وتقدر تعمله وانت نايم. هتخلص وتجيب لي نتيجه في الايتمز. خلينا عشان نبقى بس شايفين احنا بنعمل ايه نبرنت الايتمز دلوقتي، فهستعين برضو بالهيلبر فانكشن اللي انا كنت عاملها بتاعه البرنت. وبالمناسبه انا مسميها برنت اري بس هي احنا كاتبين فيها كود بيطبع الاري بتاعتنا بتاعه الايتمز، مش اي اري وخلاص عشان بس ما تتلخبطش. اوكي كده بس عشان اشوف بعد السورت بقى شكلها ايه، سورتد ازاي بالظبط. هو للاسف اغلب الكود هتلاقيه كود تنظيمي. العمليه نفسها بتاعه النبسك فعلا عمليه مالي النبسك نفسها هتلاقيها
ابسط من البساطه. طيب خلينا نعمل كلاس جديده بقى من النبسك نشتغل بيها، وخلينا نسميها باج. هي نوع من انواع الشنط فخلينا نسميها شنطه. تساوي نيو. طيب هي بتاخد الكونستراكتور بتاعها بياخد الماكس كاباسيتي، فانا هديله هنا 12 زي المثال بتاعنا. هعمل ايه بقى هنا؟ هعمل اللوب بتاعت وايل ان احنا ما وصلناش لسه للماكس كاباسيتي. وايل ما وصلناش للماكس كاباسيتي اد ايتم. وايل الباج اللي انا لسه عاملها current capacity اصغر من الباج ماكس كاباسيتي. طول ما الكاباسيتي الكرنت اللي انا بعبيها اصغر هنعمل ايه؟ هاخد ايتم من اللي عليهم الدور واروح احطه في النبسك. طيب انا محتاج كاونتر، خلينا نعمل كاونتر ويساوي 0 جي يساوي 0. هنده الباج اد ايتم، هتاخد ايتم من اللي في الاري اللي اسمها ايتمز كاونتر اللي هو جي، وازود الجي. بس كده. بقول لك اغلب الكود كود تنظيمي يعني. طيب بعد ما اخلص خلينا عندها برضو هيلبر فانكشن بتاعت برنت، بتبرنت الايتمز اللي موجوده جوه الباج، فانا هدي لها الباج او النبسك. طيب افترض لو انا جيت ارن ملاقيش اي مشاكل، يفترض يعني يلا نتوكل على الله كده ونرن نشوف الدنيا فيها ايه. عندي اللاين 13 في نفسك في غلط، في سيمي كولون ناقصه. تمام. برضو هنا انا كاتب حاجة غلط فمعلش ايه لازم هتعمل غلطة. خلينا نفرش تاني. تمام. طيب كده الفاليوز النهائية دي بتعبر عن ان احنا الكود بتاعنا سليم يعني مفيش مشاكل. دي الاري بتاعت الايتمز بعد ما عملت لها سورت. لو خدت بالك الريشيو 4.5 4 2 75 2 1 و2 1. انا برتب الريشيو من الكبير للصغير. هتلاقي الايتمز حتى اساميها اتغيرت مكانها. ده بقى ايتم 1 0 3 ل 4 2 بقى هنا 5 بقى هنا، لان انا عامل سورت بالريشيو. لما جيت اشتغلت بقى خلصت كل حاجه وجينا عملت برنت للي موجود في النبسك، لقيت ان انا التوتال فاليوز اللي هي البروفيت 32.4 والكباستي بتاعتي اللي انا عملتها كانت 12. ودي الاوزان اللي انا خدتها من الايتمز، وبالتالي دي الفاليوز بتاعتها. هتلاقي مثلا الايتم رقم 2 هو المفروض كان وزنه 10 تمام، فانا خدت منه 2 كيلو و4 ما خدتش ال10. في ايتمز خدتها كلها طبعا، ده طبيعي لان انا هبدا زي ما قلنا من الاول هاخد الايتم كله على بعضه طالما في مساحه، كله على بعضه طالما في مساحه. مفيش مساحه غالبا ده بيبقى اخر ايتم، غالبا يعني هيبقى اخر ايتم هاخد منه على قد اللي باقي وخلاص. طيب النبسك كده خلصت. خلينا نرجع لحاجه في البرزنتيشن هنا كده. دي ده السولوشن اللي احنا لسه مطلعينه في الكود. دي الاجزاء اللي احنا خدناها، وبالترتيب حتى خدنا من مين الاول تمام، وخدنا منه قد ايه، فبالتالي البروفيت قد ايه، وبالتالي في الاخر التوتال بروفيت بتاعنا قد ايه. ايه اللي احنا عملناه ده بيقول ان احنا عملنا جريدي. زي ما انت شايف كده احنا ما اختبرناش كل الاحتمالات. دايما تفتكر كده ايه الجريدي في الموضوع. والله الجريدي ان انا ما بختبرش كل الاحتمالات، ده في المقام الاول. طب في المقام الثاني لازم الطريقه تكون بتؤدي الى احد الاوبتيمم سولوشنز تمام. فلازم الاقي طريقه تضمن لي الكلام ده. فالطريقه اللي تضمن لي الكلام ده في النبسك ان انا بسورت بالاكبر بروفيت. فتمام ده مبدئيا كده ماكسمايز البروفيت. فانا كده مبدئيا مطمن انا هاخد دايما الاعلى بروفيت واحد ورا التاني بس خلاص تمام. بس انا الماكس بروفيت او الريشيو ده ما كانش موجود في الايتمز الاولانيه. انا ما كانش عندي حاجه اسمها ريشيو، فانا مش باين عندي لسه مين اللي احسن بروفيت. فالخطوه اللي انا عملتها ان انا دورت على مين الاحسن بروفيت عليهم كلهم.
وعملت سورت بيهم، وبعدين بقيت اخد خلاص انا عارف كل لوب باخد وبطلع برقم جديد، باخد وبطلع برقم جديد، فانا عارف ان انا كده باخد احسن حاجه دايما وانا ماشي. دي طبيعه الجريدي الجوريزمز. لو حبينا نعمل اناليسيز للي احنا عملناه ده، فانا عايز اسيبها لك انت، يعني عايز اسيبك انت تبص على الكود اللي انت كتبته ده واللي احنا كاتبينه ده، وتقول لي الكود ده كده الاناليسيز بتاعه هيطلع تبع انهي كومبلكسيتي كلاسز. تمام. وانا هوريها لك دلوقتي، بس ممكن توقف الفيديو وتحاول انت تشوف، وبعد كده ترجع تشوف هو هيبقى ايه. هو هيبقى ان لوج ان، وان لوج ان ده لسبب وجود الميرج سورت في الموضوع. بقيه الحاجه كلها تقريبا ان، كل الشغل اللي بنعمله كان ان زائد ان زائد ان، كلها انات، لكن الحاجه الوحيده اللي كانت كبيره سنه هي السورت. في السيشنز اللي جايه ان شاء الله نبدا نتكلم على طرق جديده في التفكير في الالجوريزمز. يلا.